هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. بصوا بقى، انا كل يوم بيحصل معايا موقف غريب وطريف، فبقعد صدقوني لما افتكره كده اضحك. فانا قلت لا، انا مضحكش لوحدي، لازم اضحككم معايا. انا عارفه ان الوقت ده وقت صعب علينا كلنا، واوقات بيبقى فيه يعني مشاكل، او الواحد حاسس ان هو مش فرحان، فهي حاجه نسمه كده تعدي علينا ممكن تفرحنا في اليوم ده. على قد ما بقدر عايزه ابسطكم وخلاص، مش عايزه افرح لوحدي. خلونا نبتدي باول موقف. ده كان مع واحد زميلي في الشغل. عادي، هو يعني كنت مرة خارجة رايحة العربية بتاعتي، فمعايا الايس بوكس بتاعي. المفروض كل واحد بيبقى في الايس بوكس ده بيحط فيه الحاجة بتاعته، اللانش، مشروب، اي حاجة. فهو كان بيهزر معايا، فبيقول لي هاي، معاكي ايه النهاردة؟ او يعني بمعنى صح، هتتغدي ايه النهاردة او حاجة زي كده يعني. فانا ايه، قعدت اقول له انا معايا ووتر، ومعايا صودا، ومعايا جوس، ومعايا شوكليت كيك، و M&M's. فبعدين يعني انا عماله اتكلم كده، فهو بيبص مستغرب، انا ما كنتش عارفه هو مستغرب من ايه. بعد ما خلصت بيقول لي وهتتغدي ايه؟ ايه اللانش بتاعك؟ فانا قلت له لا، انا ما بتغداش. انا مش بتغدى، علشان خاطر انا اوقات لما الجو بيكون حر، الايام اللي فاتت كان الجو حر قوي، فلما الجو بيبقى حر واجي اكل بحس ان بطني وجعاني يعني، فده بتبقى حاجه مش مريحه بالنسبه لي. فقلت له لا، انا مش بحب ان انا اتغدى في الجو حر، بحب اشرب سوائل كتير، واكتر ان انا اشرب ميه وعصير وكده يعني. فقال لي تمام، بس هو كان ستيل مستغرب يعني، هو اتصدم بس. فده كان حاجه، انا كل ما افكر في الموضوع اضحك قوي، علشان خاطر يعني فعلا يعني انا عماله اقول عصير وميه وشوكليت كيك وسناكس وحاجات زي كده. طب فين الوجبه بتاعتك؟ انت هتاكلي؟ بس ده كان موقف، اتمنى ان هو يعجبكم. اكتبوا لي في الكومنتات اذا كان عجبكم ولا لا، واستمر ولا لا. اوكي، عشان انتوا عارفين ان انا طبعا يهمني رايكم. باي باي.